بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المواطنون الأحرار، يا أبناء الشعب اليمني الحر المجيد داخل الوطن العزيز وأينما تكونون في مهاجركم، إليكم أزف أطيب التحيات وأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وحلول الذكرى 14 لثورة 26 من سبتمبر الظافرة، سائلا من الله سبحانه أن يعيد هاتين المناسبتين العظيمتين علينا وعلى بلادنا باليمن والخير والتقدم والرخاء. أيها الإخوة، إننا نحتفل اليوم بعيد الفطر المبارك، عيد الانتصار على النفس وكبح جماح أهوائها وقهر شهواتها وتطويعها للخير وترويضها على تحمل المشاق شهرا كاملا من كل عام، بحيث يقاسم الغني الموسر أخاه الفقير والبائس الإحساس بآلام الجوع وعناء الاحتياج إلى الطعام والشراب في أضيق الحدود، وصولا إلى غاية إسلامية سامية هي التعاطف والتكافل بين أبناء المجتمع الموحد عقيدة وإيمانا. ونحتفل بعيد الذكرى 14 لثورتنا الظافرة، عيد انتصار شعبنا على الظلم والاستبداد والقهر والعزلة والتخلف، ممثلة في حكم الإمامة الفاسدة البائدة بسبيل إقامة نظام جمهوري عادل يتمكن المواطنون في ظله من صياغة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وفق إرادتهم وبما تقتضيه طبيعة العصر وسنة التطور الحضاري، وبعيدا عن الهيمنة والأمزجة الفردية الفوضوية، ويتمكن المواطنون في ظله أيضا من المشاركة المسؤولة في صياغة الحياة السياسية داخليا وخارجيا، ووضع قواعد للتعامل محليا وقوميا ودوليا بما يخدم المصالح الوطنية اليمنية العليا ويضمن الإسهام في تقوية الروابط وتوثيق العلائق مع الأشقاء والأصدقاء لخدمة المصالح المشتركة والاستفادة من أي نهج وطني سليم وتجربة اجتماعية غنية هدفها استئصال شأفة التخلف. من هذا أيها الإخوة المواطنون نفهم المعاني المشتركة بين عيد الفطر المبارك الذي نحتفل به اليوم ومثل هذا اليوم من كل عام هجري، باعتباره عيد ثورة على النفس وأنانياتها ورغائبها وشهواتها، على طريق بناء مجتمع متكافل يحس الغني داخله بإحساس أخيه الفقير فيتعامل معه كأخ وصاحب حق في العون والمساعدة. وبين عيدنا الوطني عيد الذكرى 14 لثورة 26 من سبتمبر الظافرة التي استهدفت مبادئها الخالدة وستظل تستهدف بناء المجتمع اليمني على أساس من العدل والتكافؤ والتكافل الاجتماعي وإقامة الدولة اليمنية ذات العلاقات الوطنية والقومية والإنسانية الواضحة والمحددة في ظل النظام الجمهوري العادل، إنها معان كبيرة وكبيرة جدا. أيها الإخوة، وبهاتين المناسبتين يطيب لي أن أتحدث إليكم باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة وباسم القوات المسلحة والأمن، لا لتقديم الحساب عن ما أنجزناه على مدى 14 عاما الماضية، فذلك واضح، فنحن جميعا نعرف كيف تسلمت الثورة البلاد بعد القضاء على الحكم الإمامي البائد، وكيف تحققت بعض المنجزات الصغيرة والكبيرة في تلك الظروف القاسية التي تلت الأعوام الأولى لقيام الثورة الظافرة. ونعرف كذلك كيف أمكن تخليص بلادنا من مآسي الاقتتال والدمار بعد أن تم التوصل إلى قناعات تامة بأن بقايا من لفظهم شعبنا فراحوا ينتقمون منه بالمقاولة على الحروب والفتن والمتاجرة بدمائه، وكسبوا مئات الملايين ليسوا أكثر من منتفعين، وأن إرادة الشعب اليمني هي التي ينبغي التعامل معها واحترامها بغض النظر عن أن الظروف التي تعاقبت بعد ذلك إلى 13 من يونيو 74 لم تتح فرصة للتوقف المتأمل بقصد المراجعة والتثمين لكل خطوة.